السلام عليكم. اليوم غادي نكشف لكم واحد 3 الاشياء اللي كتمنع الجسم من الاسترخاء فعليا، وغادي تقدر تكون السبب في التعب النفسي والجسدي اللي كتعيشه. آه، يعني بلا ما كتدرك هذا الامر، يعني اي متشنجه اكيد. التشنج المهبلي اللي هو لو فاجينيزم غالبا ما كيكون شيء واحد فقط، يعني هو تفاعل بين الجسم زائد العقل زائد التجربة. وهذا كيمنع الاسترخاء. يعني حتى لو الشخص كيبغي انه يرتخي او المتشنجة كتبغي ترخي راسها بدون جدوى. 3 اشياء كتمنع الجسم من الاسترخاء في التشنج المهبلي. اول حاجة هو التوتر النفسي، الخوف ولا القلق. ملي كيكون هناك خوف من الالم او القلق المسبق، الجسم كيدخل تلقائيا في وضع الحماية اوتوماتيكمون. العضلات خصوصا عضلات الحوض كتنقبض بدون إرادة، يعني لا إراديا، وكأن الجسم كيقول لها أنا كنحمي نفسي أو كنحمي راسي. ثانيا التجربة السابقة أو الذاكرة السلبية، إذا كان هناك تجربة مؤلمة سابقة، ألم، خوف أو موقف غير مريح، الجسم كيتذكرها، يعني كيتذكرها. وحتى العقل كيبغي يرتخي، ولكن الجسم كيبقى مشدود كنوع من الحماية التلقائية أكيد. ثالثا شد عضلات الحوض بدون وعي، التحكم العضلي المفرط. يعني كتير من النساء ولا المتشنجات ما كينتبهوش أنهم كيشدوا العضلات، عضلات الحوض أكيد طول الوقت، يعني نهار كامل وهي مشدودة بلا ما كتحس، بسبب التوتر أكيد أو عادة كتولي عندها ديما هي مشدودة. هاد الشد المستمر يعني كيخلي العضلات يعني كتنسى كيفاش كترخي راسها اوتوماتيكمون. بكثرة ما داك الشد كيبقى مستمر كتبقى هي مشدودة اوتوماتيكمون بلا ما كتحس، فكيجعل العضلات كتنسى بيان سور كيفاش كترخي راسها بسهولة. كيصعب الاسترخاء عند أي محاولة. يعني نصيحتي أنا ككوتش، يعني عندي تجارب مع بنات بزاف، تجارب كتيرة الحمد لله. كلها الحمد لله كانت ناجحة، قصص حقيقية. آه، التشنج المهبلي بغيت نقول لكم هو أن التشنج المهبلي ماشي ضعف، بل ردة فعل حماية للجسم، مرتبط بين العقل زائد العضلات وزائد التجربة. وأكيد يمكن إعادة تدريب الجسم يعني على الاسترخاء. كل هادو تدارب وتمارين باش نخلي هادوك العضلات كيولفوا كيفاش يرخيو راسهم، كيفاش أنا نتحكم فيهم، كيفاش نقدر نرخيهم، كيفاش نقدر نقبض، أو كيفاش نقدر نرخي وكيفاش نقبض هادوك العضلات. فهذا ضروري من تمارين أكيد، تمارين استرخاء، تمارين نفسية. هادو كلهم يعني علاج طبيعي لهذا المشكل. يعني لما تعالج كيصبح مزمن أكيد ما كيتعالجش، فإلا ما تعالجش مشكلة كبيرة كتصيب هاد المتشنجة. فالنصيحة اللي كنصحكم هو أن ضروري من العلاج. وأنا عندي تجارب، يعني عالجت حالات كثيرة، العشرات والعشرات ديال البنات الحمد لله، وكانت النتيجة جد مبهرة الحمد لله. بالشهادة ديالهم أكيد اللي في لي فيديو في القناة ممكن تشوفوها على القناة ديالي. دخلوا وشوفوا التجارب ديالهم كيفاش كيحكيوها هما شخصيا، المشكل ديالهم كيفاش كان والحمد لله كيفاش رجع. فهذا سمحوا لي صوتي شوية مريضة شوية، سمحوا لي. فكنصحكم أنكم تدخلوا ديروا العلاج ديالكم، ونتمنى إن شاء الله حظ موفق للجميع.